المتحيشين دول بمجاري وش وضعهم؟ وش سالفتهم؟ اللي قاعدين يتسول من بنات المجاري إلى متى؟ إلى متى؟ متى يطلع لنا رجال يعزون أنفسهم ويرفعون أنفسهم ولا يتسولون من بياعات هواء؟ إلى هالدرجة الضعف، إلى هالدرجة توصل بالرجل مراحل الضعف. يوم قسمك الله تسول، يوم قسمك الله تاخذ من حثالة المجتمع، تاخذ من بياعة هواء اللي باعت دينها وباعت سمعتها وباعت عرضها وباعت أبوها وأمها، تبيها تحبك أنت. الحين أمها وأبوها أغلى ما عليها في الأرض باعتهم وضربت فيهم جدار، تبيها تحبك أنت وتعطيك أنت. عيب، استحي على نفسك، استحي على نفسك، عز نفسك، تعامل مع نفسك كأنك رجال. خلي المجالس تفز إذا دخلت، خليك إذا نظرت نفسك في المراية أترك فخورا بمراجلك ومبادئك وقيمك ودينك وأخلاقك، تكون فخور أمام نفسك قبل كل الناس. بعدها الناس تبي تفتخر فيك، خواتك يفتخرون فيك وبناتك يفتخرون فيك وزوجتك تفتخر فيك والمجتمع كله يفتخر فيك لأنك رجل بمعنى كلمة رجل، مو بيع هوى وعايش بمجاري وتقول لي أنا رجال. لا، ما أنت برجال، ما أنت برجال. أي إنسان، أي رجل عايش بالمجاري ويبيع ويشري بالحثالة لا يقول لي أنا رجل، ويناظر روحه بمراية. هالآن لا سكر مني، يروح يناظر وجهه بالمراية ويعيد ترتيب رجولته من جديد، لأن رجولته ما هي معه، يروح يدورها. رح دور رجولتك، دور رجولتك بأفعال، دور رجولتك بدين، دور رجولتك بأخلاق، دور رجولتك بطيب، بمراجل، مو بالمجاري. مو بالمجاري، المراجل ما هي بالمجاري، ما هي بالقذارة. لو أنت تدري أنك تفعل صح كان ما خبيت ولا خفيت ولا دسيت ولا ألغيت إشعارات ولا حذفت محادثات، لأنك تدري أنها حثالة، تدري أنها مجاري، تدري أنها قذارة. عشان كذا تحذف، عشان كذا تسوي إعدادات الجوال للإشعارات ما تطلع، لأنك تدري أنها قذارة. إذا خرجت تدري أنها إذا ظهرت على شاشة الجوال قذارة، قذارة ما تتشرف أنها تظهر لا لزوجتك ولا لأمك ولا لأختك ولا لصديقك ولا لأي إنسان حولك. تدري إنها قذارة فما تبي تظهر، وتدري إنها قذارة لذلك تسويها في الخفاء والحالك، ما تسويها بوسط المجالس. أتحداك ترفع الجوال وتتصل على حبيبتك وانت في مجلس رجال ولا جنب أختك ولا جنب أبوك وأمك، وارفع السماعة وقل هلا حبيبتي اشتقت لك فقدتك. تدري إنها قذارة ومستحيل تسويها، وتدري إنها ما هي مراجل ومستحيل تسويها. ارحم نفسك، ارحم نفسك. يكفي سقوط، يكفي سقوط. مراجلك بيدك انت، الله يطول لي عمرك. إذا ما عزيت نفسك ورفعت نفسك وحفظت دينك وحفظت عرضك وحفظت أخلاقك، ما والله أحد يحترمك. أولهم أنت لنفسك، أولهم أنت لنفسك ما راح تحترم نفسك، وهذا قاعد تسول. هذا احترام لنفسك؟ هذا احترام لنفسك وانت قاعد تتسول من بياعة هواء؟ من يبي يتكلم معك ومن يبي يغازلك ومن يبي ينزل معك للمجاري إلا قدر مثل قذارتك؟ تبي دكتورة تغازلك؟ تبي داعية تغازلك؟ تبي مهندسة؟ تبي مسؤولة وزيرة؟ تبي أميرة؟ تبي بنت أعلى
أعلى القوم تتواصل معك؟ أتحداك يغازلك إلا حثالة مثلك، والله العظيم ما يغازلك ولا ينزل بمنزلك إلا حثالة مثلك. فأنت اللي جبته لنفسك، ما حد جابه لك، ما حد جابه لك، ما أحد طق الباب عليك وقال لك دوك الحثالة اشربها، ولا قال لك دوك القذارة البسها. أنت بنفسك اللي طقيت باب الحثالة وباب القذارة وتشربتها. والدليل إنك ما تكلم إلا أرذل القوم. أرذل القوم هي اللي تهارجك، اللي خانت أبوها وخانت أمها وخانت ربها وخانت عرضها وخانت قبيلتها كاملة، وقاعدة تندس معك في الظلام وتطقطق معك في الظلام. ليت اللي يكلمونك علية القوم، كان أرفع لك القبعة، الله يطول لي عمرك. حسبي الله ونعم الوكيل.